السلام عليكم ورحمة الله. أنا مسلمة ريحان ترسون من تركستان الشرقية التي تخضع للسيطرة الصينية والتي تجبر المسلمين على ترك الإسلام واعتناق الفكر الشيوعي الذي لا يؤمن بالله ويحارب كافة الأديان. هذا الحال منذ 1949، لكن عام 2016 زاد القمع والظلم بعد مجيء شي جين بينغ للحكم في الصين. تم إدخال ملايين المسلمين للمعتقلات لمسحهم عن الإسلام ومنهم أسرتي. أختي رضوان ترسون عمرها 49 وهذه صورتها مختفية عنا ولم تتصل بنا وهاتفها مغلق منذ نهاية عام 2016 حتى الآن. من المؤكد هي في المعتقلات. أخي علي جان ترسون هو في الأصل مريض ولكن لم يرحمه وأدخل المعتقلات. السبب أنه يصلي صلاة الجمعة وهو أعمى الآن من شدة التعذيب ولا يوجد تواصل معه. أخي محمود سجن 4 سنوات، 2 في سجن، 2 في معتقل، وتم تعذيبه. وعند الشعور السلطات الصينية بقرب موته أخرج من المعتقل ليموت في البيت، وهو مات 2019 في شهر سبتمبر. أمي عمرها حوالي 80 عاما وهي الآن وحيدة مريضة في البيت تحتاج إلى من يساعدها، وقد أجبرت على انتقال إلى بيت آخر وتمت مصادرة بيوتنا والأراضي الزراعية حجة اختلاف العنوان. وقد سحبت الصين جواز السفر كافة أسرتي لمنعهم من السفر. ابن أخي مردان أركين وحيد اليتيم لا نعرف عنه شيئا منذ 4 سنوات، وكذلك أزمة أنور ياسين ابن أختي رضوان ترسون تم ترحيله إلى داخل الصين ولا نعرف عنه شيئا، وكافة أقربائي الآخرين والجيران وأصدقائي لا نعرف عنهم شيئا. كافة وسائل الاتصال مقطوعة ومغلقة. أريد أسأل منكم إلى متى أنتم تسكتوا؟ أيضا أريد لكم نصيحة: لا يأتي خير لكم من الصين إلا شر. السلام عليكم ورحمة الله.